السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ ومهد الحضارات، تلك البلاد الجميلة التي علمت الدنيا معنى الحضارة وقيمة الإنسان والتعايش السلمي لتصبح منارة يقتدي بها العالم. غير أن سوريا ومنذ 60 عاما وقعت تحت وطأة نظام ظالم غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم. لقد صبر شعبنا لسنين طويلة على الظلم والقهر والحرمان، ثم ثار الشعب مناديا بحريته وكرامته، فقوبل بالقتل والتنكيل والحرق والاغتصاب والتهجير. لقد استخدم النظام السابق في حربه على شعبنا أبشع أدوات التعذيب والقتل، البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والتصفية الميدانية والتعذيب. الواحد يكون عنده رئيس يخاف عليه ويخاف على الشعب بشكل كامل. مرينا ب14 عام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت سنين تعب وسنين حزن وسنين قهر وسنين تهجير. كل واحد صار بديرة، ناس وصلت أوروبا، ناس بتركيا، ناس بسوريا بالمخيمات، وناس ما ظل عندها حتى بيوت. نتمنى انه الله ييسر امر سوريا ان شاء الله للافضل، ويعم الامن والامان في جميع انحاء سوريا، ويصير تفاهمات ضمن الداخل حتى كلهم يصيرون تحت راية واحدة، طبعا بالاتفاقيات بدون سبك او سفك اي دم من ابنائنا اللي متواجدين ضمن سوريا. وتحياتي للجميع. طبعا اكيد راح واجه ناس سلبية بحياتي وراح اشوفهم يعلقون على هذا الفيديو، لانه هذول الناس مضغوطين، خاصة اللي عم يكتبوا ارقام وينزلوا صور ضمن التعليقات. وتحياتي لكل شخص ايجابي راح يكتب لنا تعليق حلو بحق هذا الرئيس اللي عم يتعب ومسافر من مكان لمكان كل يوم، ما عم يقعد حتى ببيته كرمال يزبط وضع الشعب. وتحياتي لكم.